السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف ما كتشوفوا اليوم غندير لكم سلسله ديال الكيك اللي كتجي ساهله وممكن تحضريها بلا عجز بلا والو. غنحط لك 4 انواع ديال الكيك. هنا كيف ما كتشوف المقادير عندي واحد 3 البيضات كبار، وعندي هنايا مبشور ديال الليمونه حكيتو ما توصلوش للابيض لان هاد الكيك غادي تكون بالكريمه ديال الليمون. عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس العنبه ديال سنيده، وعندي الفاني بودر ممكن ديروا الساشيه، عندي 2 خمارات، وعندي الدقيق هنا صوبت 3 الكيسان ديال العنبه، وبالدقيق خاص بالحلوه يكون مغربل كيف ما كتشوفوا البنات. بالنسبه للبنات اللي بغاو يضربوا بالضراب الكهربائي او اليدوي ممكن، ولكن حتى بمونينيكس كتجي خطيره وغزاله. ممكن ندير البيض وكنتبعوا السكر اللي دائما تنقول لكم كاس، ديما العبار بكاس ديال العنبه، وغادي نزيد عليهم كي قلت لكم انايا سنيده، وغنبقى نضرب حتى نحصل على خليط شبيه المايونيز. غادي نبقى نضرب حتى اللي عنده هذا كي قلت لكم الباطور يخدم به، المهم اللي كتجيكم سهله واللي موجوده عندكم في الدار. غنبقى نضربو مزيان وغنبقى نزيد عليه الزيت كيف ما كتشوفوا في الفيديو. مباشرة من بعد ما كيندمج داك الزيت مع الخليط ديال البيض والسكر، غادي نزيد كاس ديال الحليب تيكون بحرارة المطبخ، ما يكونش من الثلاجة، وغادي نزيد عليه هكايا الفاني بودر كي قلت لكم ممكن تعوضوها بساشيه ديال الفاني، ممكن تعطي واحد النكهة خطيرة. وغادي نعاود نضربهم مباشرة. هنا غادي نشد دوك 2 ساشيات ديال خمارات الحلوى وغادي نغربلهم. ضروري تغربلوهم البنات باش كتخلصوا من اي تكتلات كانت فيهم. هنا مباشرة كنزيد، هذا عندي 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق خاص بالحلوى ومغربل، تنأكد عليكم تغربلوه. ومسبه اللي ما عندوش مونينيكس نوعيه جيده ما يديرهاش لان تقدر تخسر ليه، حتى تعرفوا الدقيق تيتقل الخليط. هنا زدت معلقه كبيره ديال الخل، واللي عنده الخل الابيض يديرو. من بعدا كنزيد هذا المبشور ديال الليمون. كي قلت لكم عندي من الليمونه كبيره وحكيتها، حاولت ما توصلوش للابيض باش ما يوصلكم، باش ما توصلوش الابيض باش ما تجيكمش المروره. هنا خديت المول العجيب، وممكن ديروا اي مول بغيتو نتوما اللي عندكم ولا اللي كتبغيو. المهم انايا هنايا غادي نصاوب الكيكه بالمول العجيب، غادي ندهنها مزيان بشويه ديال الزبده كي ممكن تعوضوه بالزيت، غير الزبده كتعطيه واحد اللون خطير. هنا غادي ندير السميده رقيقه كنصاوبوا بها الحرشه، هي اللي نديرها على المول كتعطيها منظر زوين وما تتبقاش تبان. وهنا كنحيد دوك الزوائد من بعد ما كان نتاكد بان المول كامل مدهون مزيان. وهنايا حطيت الخليط ديالي ديال الحلوى ديال الكيكه عفوا، وغادي ندوز هنايا نصاوب معكم الكريمه ديال الليمون. من بعد ما دخلتها الفران وخرجت جات هشيشه ورطبه غنخليها تبرد. وهنايا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد نص سيترو ديال عصير الليمون، زدت عليه واحد الفاني، وزدت عليه فلون العادي، والسكر دائما تيبقى على حساب الحلاوه، والنشا. وغادي نبقى نخلط. من بعد ما وجدات ليا الكريمه ديالي دزت مباشره. هنا خديت الناباج وخديت معلقه صغيره ديال المركز ديال الليمون اللي كتباع ب5 دراهم عند العطار ولا داك مول الخاص بالحلويات، ودهنتها نسمتها. ومن بعد خويت هذاك الكريمه ودخلتها باتت ليا في الليله كامله في الثلاجه غير لتحت. ومن بعد خرجتها من بردت مزيان، درت عليها هذوك لي طرونش ديال الليمون، وهذا هو الكيك ديالنا. مباشره غادي ندوز للكيكه الثانيه اللي غادي نديرها حتى هي كذلك في المول العجيب، وكتجي غزاله بكريمه ديال الحامض. تقريبا راه نفس المقادير، كاس ديال العنبه انا كنت عابراهم في الكيكه الاولى وحاطاهم في دوك الزليفات، وكاس ديال سنيده، وكاس ديال الحليب، والبيض الا كان صغير غديروا 4، كان كبير غادي ديروا 3، والخل و2 خمارات والفاني بودر والدقيق.
هنا 3 د الكيسان. المهم نتوما كيبقى دائما على حساب المول اللي غادي تخدموا به. وهنايا الدراب الكهربائي كي قلت لكم خصو تكون نوعيه تكون مزيانه، لاني كنخلط فيه كلشي وكتعرفوا الطحين تيتقل هذا الخليط. على بركه الله هنا غادي ندوز للطحين، عفوا البيض. غنديرهم هادوك 3 د البيضات. كي قلت لكم الا كانوا كبار راه غير 3 كافيين، كانوا صغار غادي ندير 4. غادي نزيد عليهم مباشره داك كاس ديال سنيده، وغادي ندرب. كي قلت لكم باش تنجح معكم الكيكه تبقاو تدربوا حتى تتغير اللون ديال الخليط، تولي غادي الابيضيه، وفي نفس الوقت تيتقال بحال شكل خدمه المايونيز. هنايا الزيت كنديروه على دفعات باش يطلع بحال خدمه المايونيز. كي قلت لكم تبعوا هاد المراحل وهاد لي زيتاب اللي كنقول لكم، وغتحصلوا على كيكه مفشفشه اسفنجيه خطيره وما تهبطش لكم حتى في الفران. المهم حتى ولو تحلوا على الفران. هنايا غادي ندرب مزيان. من بعد ما حصلت على خليط ثقيل غادي نزيد هنا داك الكاس ديال الحليب اللي تيكون دائما في حراره المطبخ، ما كندفيه ما والو، تيكون برا ما تيكونش في الثلاجه. لا هو لا البيض باش نجح معكم الكيكه خصو ما يكونش في الثلاجه. هنايا ضفت كي قلت لكم داك الكاس ديال الحليب دربت مزيان. غادي ندوز مباشره غادي ندير الخمارات اللي ضروري تغربلوهم. الخمارات عفوا تغربلوهم. الدقيق خاص بالحلوى حتى هو كتغربلوه الا بغيتو الكيك ديالك تنجح معاكم. هنايا غادي ندير هادوك 2 خمارات غادي نغربلهم، وغادي نضيف عليهم الدقيق اللي كي قلت لكم انايا راه 3 د الكيسان ديال العنبه. انا غنعبرهم قدامكم، وعاوتاني على حسب النوعيه ديال الدقيق ما تجيوش وتخويو الدقيق خطره، ديما تيكون تدريجيا باش تشوفوا الخليط ديالكم، حيت كتعرفوا كاين شي دقيق اللي كيشرب وكاين شي دقيق اللي ما تيشربش. باش نعرفوا الكيكه ديالنا هي ديك كنرسموا 8 خاصها ما تهبطش دغيا. المهم تبارك الله عليكم راكم عارفين، والاغلبيه ديال الناس ما عارفينش. كنهضروا مع الناس اللي باغيين يتعلموا وباغيين يعرفوا. ما تبارك الله العيالات ولاو عارفين الصلاه على النبي يديروا الكيك ويطيبوا. المهم هنايا نرجع لموضوعنا. الكيكه زدت عليها معلقه كبيره ديال الخل وضربتهم من بعد ما كنت ضفت الدقيق. وهنا غادي ندوز للمول ديالي حتى هو باش غادي ندهنو. كي قلت لكم ممكن تدهنوه بالزبده، ممكن تدهنوه بالزيت على حساب الموجود. هنا حيت الكيك ديالي بالحامض بكريمه الحامض، هنا عندي قشور ديال الحامض زدتها معلقه كبيره زدتها، وزدت شويه ديال الفاني. كي كتشوفوا معايا في الفيديو هنايا كنكمل هذاك الكاس الثالث، لان دائما الدقيق خصو يتزاد تدريجيا ما تجيوش تخونوا في دقه. واللي عنده الدراب اليدوي في هذه المرحله من دربوا السوائل تخدموا بالدراب اليدوي. هنايا كندهن المول ديالي كيف ما كتشوفوا. هنا غاديش ندير ليه هذا الزيت، انا هنا درت ليه الزبده، وغادي ندير ليه شويه ديال السميده. الصراحه جربوه ها وردوا عليا. الدقيق كيبقى يبان وبعض المرات كيدغيا كيعطي واحد اللون ديال الحراق. وجربوها ما كتبانش في الكيك. واللي ما بغاش يدير الدقيق العادي ديال الحلوى راه حتى هو هو باش كنا كنديرو في الاول، ولكن هاد التجربه ديال السميده رقيقه كتجي غزاله. انا غادي نتخلص من الزوائد كامله اللي كانت عندي في المول، غنتاكد بانه كل دوزت عليه بديك السميده. وهنا الفران دائما راه كنخليه انايا شاعل كيكون سخون. من بعد كنقص عليه 150 وكنخليه. واللي عنده الغاز كذلك حتى هو يسخن مزيان. من بعد ما يدخل الكيكه ينقص عليه ويخليه. هنا كنحط الخليط ديالي وغادي ندخلها للفران، وندوز مباشره ان شاء الله نصاوب معكم كريمه ديال الحامض اللي في حقيقه انا عجبتني. الحامض عطات واحد لوغو غزال كيشهي في المنظر وفي المذاق. صافي هنا غادي ندخلها للفران. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره كنقول لكم تابوناو عندي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. هنا كيف قلت لكم شلت عليها من التحت ومن الفوق. هاهي تبارك الله من طابت كنتاكد من انها طابت. كنتخشي في هذاك الكوردون ديال الخشب وكنقلبها. هنا راها طايبه وجات غزاله
مفشفشه ما نقولش لكم. انا غادي نرش لها شويه ديال الكوك من التحت باش ما تلصقش ليا. بالنسبه للناس اللي ما تيكونش عنده الشبكه فاش يحطها تبرد يديرها هكا بهذه الطريقه راه ما كتلصقش من التحت صافي. وغادي نحطها جانبا تبرد. شتي المنظر ديالها كيفاش وجات عرفتي تبارك الله غزاله تحط صبعك والو ما ترجع بحال الشفنج. هنا عندي الناباج غادي ندهنها شويه بالناباج اختياري، واللي بغى يديروا اللي مبغاوش يديروا ما يديروش. المهم انا كندير ليها دائما ناباج. بعد ما كان كيشتو في الكيكه الاخرى راه درت الناباج مع شويه ديال الروح ديال الليمون. هنا عندي نص كاس ديال الحامض، عندي فلو هذاك الشينوا ديال درهم، عندي نص لتر ديال الحليب فاني، وعندي كاس ديال سنيده شتي هو الفلو، وعندي ديك الروح شيتها ب5 دراهم لاغوم ديال الحامض. هنا غادي ندير الحليب، غادي ندير سنيده، غادي ندير الفلو، وغادي ندير معلقه صغيره ديال بودره ديال الفاني، غادي ندير النشا. انا غادي ندير 2 معالق كبار عامرين مزيان حتى ل3 عامرين مزيان. وغادي نخلط الخليط ديالي كي قلت لكم، ونص كاس ديال الحامض اللي عصرته، وهذه لاغوم الحامض. وغادي نخلط وغنديرها فوق النار حتى تعقاد. وهنا الكيكه ديالي راه دخلتها تبرد حيت خصها تكون بارده من بعد ما ندافع عليها هذا الخليط ديال الحامض. كريمه الحامض كتجي زوينه. هنايا خصكم ما تحيدوش يديكم على التحراك لان كيهبط هذاك النشا لقاع الكاسرونه، ولا مشات حتى لصقت غير شويه تيتبدل ليها لوغو، كتبدل ليها المذاق. ديك الساعه حيديها رميها وتصدقي ضايعه فيها. اللهم ما تحيديش من حداها مع التحريك. البوطه ما تكونش مجهده بزاف حتى تحصلي على الكريمه د الحامض. وما حد كتخلطي في الاول كتبقى تبياض، من بعد كترجع اللون ديالها الاصفر مع هذاك لاغوم ديال الحامض حتى هو اصفر. في الحقيقه خطيره. هنا من بعد ما بردات كي قلت لكم ودهناها بالناباج حطيت الكريمه ديال الحامض. هنا التزيين تيبقى اختياري. انا وجدت ليها طرونش ديال الحامض مع شي وريقات ديال النعناع من الجناب. يا سلام ما نقولش لكم كتجي غزاله. هما لي طرونش ديال الحامض كنزين بهم بهذه الطريقه، وممكن التزيين تيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. المهم هذه كتجي خطيره في المنظر وراقيه وحتى في المذاق ما نقولش لكم. جربوها وردوا عليا الخبار. وكنغطيها ومن الاحسن تبات ليله كامله في الثلاجه راه كتجي فنه. الا عجبتكم تكتبوا لي في الكومونتير. هنا مباشره غادي ندوز لواحد كيكه همباويه بلي فخوي ساك اللي كتجي غزاله. ديريها لضيافك، ديريها للكوطي، ديريها لوليدات يديوها للمدرسه. هنا كيف ما كتشوفوا هادو هما المقادير ديال هاد الكيكه. ممكن تعوضوا باي حاجه كتبغيوها وتحيدوا اللي ما كتبغيوهش ولا ديروا على حساب الموجود في الدار. ممكن تعوضوا بالتمر بالشريحه. المهم ولا في السكر اللي كاينه، الكاوكاو والقرقاع اللوز. انا بعدا نشارك معكم المقادير اللي كانت عندي وعلى بركه الله. كيف ما تنقول لكم دائما كنديروا قبيصه الملح في البدايه، راه ما ذكرتهاش لكم في الكيك الاولانيين. ديما قبيصه الملح راه نسيتها ما قلتش لكم ولكن انا درتها. هنا كيف ما تشوفوا عندي اللوز افيلي، عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده. دائما العبار تيكون بكاس ديال العنبه. عندي 2 خمارات، عندي الدقيق خاص بالحلويات اللي تيكون مغربل، عندي كاس ديال القهوه مطبوخ او ممكن ديروا غير هذيك سريعه الذوبان. ممكن كاس يكون دافي وكتخلطوا كاس. المهم العبار ديال العنبه حتى هو كذلك ديال القهوه. عندي الفاني بودر، وعندي هنايا القرقاع، عندي شويه ديال اللوز، عندي شويه ديال كي قلت لكم هذيك راه القهوه. كنهضر لكم على القهوه الطريقه ديالها بان درت معلقه وكبيره مع عمراش وزدت عليها الماء دافي. هنا كيف ما كتشوفوا درت شويه ديال الملح. ممكن الناس اللي كيقطروا القهوه كتبقى لكم احتفظوا بها وتخدموها. هنا كنت نخدم في البانيو بالطرب اليدوي، قلت علاش ما نخدمش بالمونينيكس كتجي خطيره. هنا كيف ما كتشوفوا درت دوك 4 البيضات ديالي كبار، وغادي ندير كاس ديال السنيده وغادي نضرب
كيف ما شفتوا غندرب حتى نحصل على واحد الخليط كي قلت لكم بحال المايونيز، ودائما تيتبدل اللون تيكون صفر تيرجع غادي للبيضيه. المهم خصها تكون كريمي. هنا مباشره غادي ندوز ان شاء الله، غادي نزيدها الزيت تدريجيا ونبقى ندرب حتى يكون حيت الا خدمتو هاد المرحله الاولى ديال الكيك هكا مزيان وهذا وداب داك السكر، عرفوا بان كينجح معكم الخليط ديال اي حلوه. هو خصنا ندربوا داك الخليط مزيان باش تذوب سنيده، هذا هو المهم. الا دابت سنيده كينجح معكم الخليط. هنا زدت داك الكاس ديال القهوه، كي قلت لكم ممكن ديروا سريعه الذوبان، ممكن ديروا القهوه اللي كنكونوا دايرينها في الدار، قطره كتكون مصفيه مزيان وكنديروها حتى هي. هنا خلطت داك الخليط ورديته لهذا البول باش غادي نخدم غير بالضراب اليدوي. هذه ماشي بحال لي كيك الاخرين، هذه هنايا ما يمكنش نخدموا طحين لان المقادير زايده، ما يمكنش الا درتها مونيكس غادي تسخن وتقدر تخسر ليا. هنا ممكن ديروا غير الكركاع صافي، راه كيعطي مذاق القهوه. هنا عندي الشوكولات فيرميسيل، عندي اللوز مهرمش، ممكن تعوضوه بكاوكاو، ممكن ديروا غير نكهه وحده، ممكن ديروا غير الشوكولاط، هادو كاع تيواتيو. شير غير شويه 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 يعطيك خير الله. هنا غادي نبقى نضيف الدقيق. هنايا ضفت 2 كيسان في المرحله الاولى، راه الدقيق مغربل، كنأكد عليكم الدقيق خصو يكون مغربل. وغادي نخلط الخليط ديالي بالدراب اليدوي. اي حاجه ما فهمتوهاش او دوزتها ما قلتهاش كتبوا لي في التعاليق غادي نجاوبكم. غادي ندربهم مزيان تيدخل داك الدقيق في داك الخليط ديال الكيك، وغادي نزيد طحين ومباشره غادي ندير هذه الخميره ديال الحلوى اللي خصكم تغربلوها دائما، غتغربلوها. هو الكاس الثالث. هنا كنجرب وكنحاول نخدم هذاك الدقيق مزيان قبل ما نزيد الخماره. راه ملي تنزيد الخماره ما تنحركش بزاف. والفران هنايا كيكون دائما كيسخن. من زدت الكاس كي قلت لكم الثالث، ومع التخلاط قبل ما نزيد الخماره، حيت من بعد ما نزيد الخماره كيف ما غتشوفوا دابا اللي هي خصها ضروري دائما في الكيك ديالي كنقول لكم الخماره خصها تغربل. وغادي نخلط. هنايا غادي نجيب المول باش ندهنو، كي قلت لكم يا بالزبده يا بالزيت على حساب الموجود، ولكن انا هنا غادي ندهنو بالزبده. وغادي نبقى تحرك حتى نوصل القوام اللي بغيت. هنا كرسم 8 وما كتنزلش. هنا جبت المول ودهنته بالزبده بدل الدقيق ولا السميده رقيقه هذه حيت هماويه وبلا خويساك درت ليها اللوز افيلي. ممكن نتوما ديروها ممكن لا على حساب الرغبه. وغادي ندير الخليط ديالي وغادي نديرها في الفران مباشره. اللي فايت ليا قلت لكم خليته كيسخن. هذاك شويه ديال الفخويساك مع الشوكولاته ديال هذا فيرميسيل درتهم من الفوق، وغادي نديرها هنا في الفران شاعلها لها من التحت. طيحت الحراره شي شويه، درت الساعه ديالي وغادي نبقى حاضيه حتى طيب. هنا جبتها كنقلبها بانها طايبه، واخده حقها في اللون وفي الخفه وفي كل شيء. هنايا كنقول لكم غادي ندوزو نصاوبوا الكريمه ديال الشوكولات. كيف ما كتشوفوا عندي السطور ديال الحليب، عندي فلوق ديال الشوكولاط، عندي سنيده، عندي مايزينا، عندي الكاكاو هذا الماركه المزيانه. هنا غادي ندير مايزينا، غادي ندير واحد 2 مع 3 عفوا ديال المعالق، حيت هذه المعلقه عندي ملحوسه ماشي غارقه، كنحاول ندير هما 3 عامرين مزيان. وغادي نزيد عليهم هنايا 2 معالق حتى ل3 ديال السكر سنيده على حساب الاختيار. كي قلت لكم المعلقه عندي ما غارقاش، واللي عنده المعلقه غارقه يدير غير 3 عامرين مزيان. هنا عندي نسكافي درت منها حتى هي معلقه. وغادي ندير هنايا الكاكاو. هاد الكاكاو خصو يكون من نوعيه جيده باش ما يعطيكمش هذيك المروره، هذه راه النوعيه جيده عندي.
هنا غادي نضيف على هذا الخليط الناشف كامل هاد النواشف، غنزيد عليهم السيطرو ديال الحليب، وغنبقى نخلط 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 مزيان حتى نعرف بان داك الخليط كامل تغربل. غندير السيطرو كامل ديال الحليب وغادي نديرها فوق النار، وغنبقى حداها مع تحريك مستمر. وياكم تحيدوا من حداها، الا تلصقات لكم غير شويه صافي غدا عليكم، حيت كتعطي واحد لوغو خايب مذاق ما يليقش. المهم هنا راه تاكدت بان كل شيء تخلط مزيان، مبقات فيها حتى شي كركوبه تما، واللون شي مع التحريك اللون كيبقى يبان. هنا عندي الشكلاط، عندي الشكلاط درت تقريبا قولي بحال اللي قلتي واحد 6 ديال الطروفه. عندي غير شكلاط اسود. من غادي نسالي نشوفها بدات كتقال غادي نزيدها الزبده تكون من نوعيه جيده ماشي د البواطه، هذه بدويه في حق فنه ولا سبيسيال على حسب، ما نبقاش نقول لكم سميات، ولكن تكون حيوانيه ما تكونش ديال البواطه باش تعطيكم مذاق غزال. هنايا غادي من بعد ما بردات ليا ديك الكيكه اللي كانت في الثلاجه، هنا درتها في البواطه وخويت ديك الكريمه وغادي نخليها تبرد. تبارك الله كتجي غزاله ما شاء الله، جربوها وردوا عليا. والفينيسيو ديال داك اللوز ايفيلي كيفاش تيجي في الكيكه بحال الخامه، عرفتي بحال شتيها تقولي بحال شي نوغا. قبل راه مشات ليا ديك اللقطه، هذاك الشيء باش بينت لكم لاغوم ديال القهوه كنت درتو مع هذا الناباج وخلطته ودهنتها قبل ما نحط كريمه كيف فايت ليا وريتكم معايا في الكيكات الاولين. هنايا بيبي شوكولا على حسب الذوق، اللي بغا يديروا اللي مبغاش يديروا ما يديروش. المهم الزين تيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا درت هاد الزين هذا اللي عندي موجود واللي كان عندي في الدار. المهم كنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي. ولا عجبكم هاد الاشكال ديال لي كيك هانتوما معايا. ودابا غادي ندوزو للكيكه الرابعه اللي هي عاديه وكتكون في اي دار في اي محلابه. هنا عندي شويه ديال الملح، عندي البيض اللي غادي ندير 4 ديال البيضات، ماشي كبار بزاف وماشي صغار، ولا كانوا كبار بزاف يكفي 3. عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. هنا في الاول ضروري كندير قبيصه د الملح في كاع لي كيك ديالي، كندير قبيصه د الملح. عفوا الا ما كنتش كنقولها لكم ولا كنساها استسمح. وهنا غادي نخلط مزيان بالدراب اليدوي، ممكن تديروها في مونينيكس، ممكن ديروها بالباطور، المهم على حساب اللي كاين. انا هنايا هاد الكيك هادي خلطتها انا غير بالضراب اليدوي مباشره من بعد ما حسيت بالسكر داب، لان ملي تيدوب السكر كاين في اي حلوه في اي خليط ديال شي حلوه كيدوب الشكلاط هذا عفوا السكر، هذاك هو باش اللي كينجح الكيك او الحلوه. المهم هنايا من زدت هذاك الزيت كنحاول ندخلو في داك الخليط حتى تيندمج مباشره. كنزيد كاس ديال الحليب، كنخلطو البيض والحليب ما تيكونوش في الثلاجه. هنا غادي ندير معلقه عامره مزيان كبيره ديال هذا الكاكاو غبره شكلاط غبره. غادي ندير معلقه ديال نسكافي، لان نسكافي مع الشكلاط كيتواتاو يا سلام. هنا غادي نزيد الدقيق، وغنزيد 2 خمارات ديال الحلوى اللي كيتغربلوا، ومعلقه ديال الخل الكبيره. هنا راه هزت ليا 3 الكيسان كبار ديال الدقيق، والكاس دائما العبار ديال العنبه. هنا درت الماء دافي زدتو في الاخير لان كتجي ثقيله، وهذا الكاس هذا كيزيدها كيخليها تجي مفشفشه وتيدخل ليها الهواء. بصراحه كتجي غزاله. هنا عندي واحد البواطه اللي فيها الخليط ديال اللي في خويسك، اللي فيها اللوز كاوكاو الكركاع البيستاج النوازيط والنوا حتى الاخر داك الكبير مجموعه والزبيب درتها ليهم من الفوق وجات يا سلام. هنا كنوجد واحد الكريمه ديال الشوكولا اللي كنزين بها من الفوق، اللي كتبقى اختياريه ممكن تاكلوها غير بحال هكا كتجي فنه. هنايا راه كندير النشا وكندير هذا الشوكولاط غبره، وكندير الشوكولاط المربع
وكنخلطهم مزيان ونديرهم فوق العافية، وكيجي واحد الشكلاط ديال الدهن اللي هو خطير جدا. هذاك اللي بقى ليا من ديال خويا الصيك كنزيد نزين منه من الفوق، كتجي من الداخل ومن برا مفينين بها يا سلام. وكنخليها تبرد، وديما الكيك اللي كيكونوا بحال هكا من الاحسن يباتوا لينا في الثلاجه ونغطيوهم مزيان باش ما يشموا حتى شي حاجه من الثلاجة. ويا سلام، وحمري وجهك وقدميها للضياف ديالك ولا لوليداتك، المهم راها كتجي غزاله يا سلام. نتمنى يكون عجبوكم هاد الاقتراحات ديال لي كيك بثلاثه ويعجبوكم بحال شكل هاد الفيديوهات، نبقى نشاركهم معكم وشاركهم معكم. الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي اول مره او القناه ديالي باول مره كنقول لكم مرحبا بكم عندي، بكم غتكبر القناه. وشكرا لكم، بارطاجيو وديروا جيم وشاركوا الفيديو ديالي مع الاخوان ديالكم والاصدقاء ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، حتى الفيديو جديد، وما تنساوش التعاليق. السلام عليكم.